بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه في مباراه مهمه جدا ما بين اتحاد العاصمه الجزائري والزمالك المصري في نهائي اياب الكونفدراليه الافريقيه للموسم الحالي 2025 2026. بفكرك ان مباراه الذهاب انتهت بفوز اتحاد العاصمه 1-0، واللي كان جاب الجون اللاعب احمد خالدي في الدقيقه 98 من ضربه جزاء صحيحه. وعايز اقول لك عشان الزمالك ياخد البطوله لازم يكسب النهارده 2-0. لو دخل فيه جون طبعا ده غلط كبير على الزمالك، لو دخل فيه جون لازم يكسب 3-1، لو دخل فيه جونين لازم يكسب 4-2. لازم الزمالك عشان ياخد البطوله يكسب بفرق 2. اما المباراه لو خلصت بالتعادل السلبي كده بيتاهل، يعني كده اللي بياخد البطوله اتحاد العاصمه. لو المباراه خلصت 1-0 للزمالك يبقى يعني مجموع المباراتين 1-1، فعلى طول يلعبوا على طول ضربات جزاء على طول مباشر، ما فيش شوط ثالث ولا رابع. لو المباراه خلصت بالتعادل 1-1 هنا في مصر يعني، وهناك الجزائر جايبه اتحاد العاصمه جايب جون، فساعتها يتاهل اتحاد العاصمه. لو المباراة خلصت 2-1 للزمالك في القاهرة، فاتحاد العاصمة كان جايب جون هناك في الجزائر، فساعتها اللي ياخد البطولة اتحاد العاصمة عشان الجون في مصر بجونين. فهمت انت قصدي؟ طيب المباراة مذاعة بقناة بي ان سبورت 3 بصوت المعلق عصام الشوالي. طبعا هو يعني معلق تونسي وعنده 55 سنة. ماشي؟ طيب عايز اقول لك المباراة تقدر تشوفها برضو على القهوة، تقدر تسمعها، تقدر تتفرج عليها على موقع يلا شوت، تكتب على جوجل يلا شوت. عايز اقول لك برضو المباراه الساعه 7 مساء بتوقيت الجزائر، والساعه 9 مساء بتوقيت مصر. اقول لك على كل توقيتات المباراه: الساعه 7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعه 8 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعه 9 مساء بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان والسعوديه وقطر والعراق وسوريا واليمن والكويت والاردن والبحرين وتركيا، والساعه 10 مساء بتوقيت الامارات وسلطنه عمان. باختصار يعني 7 مساء بتوقيت الجزائر و9 مساء بتوقيت مصر. طبعا المباراه النهارده السبت الموافق 16/5 16 مايو 2026. طيب عايز اقول لك برضو عن الحكام المباراه: حكم الساحه بيار جيسلان اتشو، ده حكم من الجابون، عنده 33 سنه، وكان حكم يعني قبل كده 3 مباريات في كاس افريقيا: الجزائر ونيجيريا وغينيا الاستوائيه والجزائر وبنين وبتسوانا. عايز اقول لك برضو حكم الفار هيكون الحكم ماريا باكويتا سينكويلا، ده حكم الفار من موريشيوس موريشيوس. ماشي؟ دوله اسمها موريشيوس. ماشي؟ عايز اقول لك والله كاتبين الجنس انثى والله العظيم كاتبين الجنس انثى والله العظيم. الحكم ده كان حكم مباراه الزمالك وطوفه في مباراه الذهاب، وخلصت 1-1 تعادل. وكانت المباراة بتتلعب في ملعب الفلونس مسدينا في جمهورية الكونغو، كان في ربع النهائي. ويعني كانت مباراة الإياب كانت خلصت 2-1 للزمالك، ومجموع مرتين 3-2 للزمالك. ماشي؟ كان برضه حكم مباراة في كأس أفريقيا في الجولة الثالثة بين بوتسوانا والكونغو، وبرضه في الجولة الثانية من كأس أفريقيا بين الاستوائية والسودان. كانت السودان كسبت 1-0، وكانت الكونغو بوتسوانا كسبت الكونغو 3-0. ماشي؟ يعني أنا قُلت لك على كل حاجة يعني، ما فيش حاجة تانية يعني. لو أنت مثلًا عايز تعرف التشكيل المتوقع لفريق نادي الزمالك، فيكون في حراسة المرمى المهدي سليمان، خط الدفاع بيتكون من رباعي: محمد شحاتة، محمد إسماعيل، وحسام عبد المجيد، ومحمود حمدي الونش، وأحمد فتوح. خط الوسط آدم كايد، وعندك عبد الله السعيد وأحمد ربيع. وخط الهجوم عندك عادل دباغ وشيكو بنزا. عندك بقى المدرب طبعًا معتمد جمال، والمصابين أو والموقوفين وكده يعني، واللي بعيد عن القايمة: محمود بنتايج وعمر جابر. عمر جابر مصاب، محمود بنتايج موقوف لتراكم الانذارات. احمد حسام لعدم الجاهزيه، عمرو النصر لعدم الجاهزيه. وقرار المدرب بقى: محمد صبحي، محمود الشناوي، طبعا ده حارس مرمى وده حارس مرمى، سيف فاروق جعفر، ومروان اوتشينج، واحمد حمدي. ماشي؟ يعني ما تزعلش مني يا زملكاوي، انت ما شجعتنيش ايام قدام الترجي، وانا مش هنقف بصراحه، انا راجل بصلي وبقرا قران. ما تزعلش مني، اوعى تزعل مني وتشتمني في التعليقات دي كلها. كل التوفيق لنادي اتحاد العاصمه، انا بشجع اتحاد العاصمه، ما تزعلش مني بقول الصراحه يعني، اوعى تزعل مني يعني. انت طبعا ما اساسا لو الاهلي بيلعب في الكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا فانت مش هتشجع الاهلي يعني، فهمت قصدي؟ بس فانا بشجع اتحاد العاصمه ان شاء الله يكسب وياخد البطوله. لو الزمالك اخذ البطوله وكسب هسقف لكم واتكلم ولعبته ازاي والحماس والحاجات دي كلها، واتكلم كلمه صدق وكل كلمه حق يعني. واللي هيلعب كويس النهارده على استاد القاهره هو اللي هياخد البطوله. ماشي؟ او لو طبعا عشان نادي الزمالك او من عشان نادي الاهلي او من عشان اي فريق في العالم، اتحاد العاصمه اي فريق في العالم، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل زيرو. كان معكم محمد شطرون من قناه شبرون الاهلاوي، ده في الموضوع. وسلام يا زملكاويه، وسلام يا اهلاويه، سلام يا اهلاويه، سلام يا اهلاويه، سلام يا جماعه.